بسم الله. ان شاء الله تكونوا بخير. بدايه قبل ما نبدا، ما تنسوش اخواتكم في غزه، دي حاجه مهمه جدا ما ينفعش تنسوهم. يعني دي اقل حاجه ممكن تعملها. مقاطعه طبعا حاجه مهمه جدا، ما تحسسش نفسك انها مش حاجه. وسيرش افهم هل فعلا هي حاجه ولا لا، او ايا يكن بتحاول تعمله، وشوف ايا يكن بتعمل ايه، حاول تشوف هتساعدهم ازاي. كل واحد فينا يقدر يعمل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنحاول نتكلم عن لو حد بيبدا في المجال. لان انا مؤخرا اتحكيت بناس كتير قوي في الاول بتبدا، فكان في سؤال اسئله، يعني منها السؤال طبيعي جدا ان هو الواحد بيبدا في حاجه زي دي ازاي. طب السؤال ده اتهرس كتير جدا. وطبعا هتلاقي اجابات كتير، بس انا ممكن مش هقول لك ان انا هضيف حاجه جديده، ممكن مبقاش موجود، ولكن هصيغ الموضوع ممكن بشكل بالنسبه لي مرسوم في دماغي كويس يعني. خلينا نبداها من الاول. انا شايف دلوقتي ان ده برضو راي حد قاله لي، حد يعني ثقه ان شاء الله بالنسبه لي، ان دلوقتي المجالات عامه، ولو بصيت هتلاقي لوجيك ان اي مجال له علاقه بالتكنولوجي عامه دلوقتي هو مبني على عواميد اساسيه. هم 3 حاجات تقريبا: الشبكات، النتورك والاوبريتنج سيستم، والكودينج، انك تبقى تفهم في الكود او بتعرف تكتب كود. طب دي بيزك، دي مش مربوطه باي حاجه. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك روح اتعلم كودينج كذا عشان تتعلم مجال كذا، لا، كودينج في المطلق ممكن تبقى سكريبتنج لانجويج زي بايثون مثلا، لانها اسهلهم واكتر حاجه منتشره. اوبريتنج سيستم دلوقتي بتعرف تتعامل مع اكتر من اوبريتنج سيستم، يعني انت الويندوز ده منتشر ما بيننا جدا، طب حط مع لينكس، انت تكون بتعرف تتعامل مع لينكس بطريقه او باخرى، لان كل حاجه دلوقتي سيرفرات، موبايل الموبايل فونز وفي حاجات كتير قوي بتعتمد عليه. حتى الماك او اس يعني هو بنسبه كبيره جدا هو لينكس يعني. فدي فكره. الفكره الثالثه الا وهي فكره الشبكات، النتورك. محتاج تبقى فاهم بيزكس النتورك عامله ازاي، انت تبقى عارف يعني ايه اي بي، يعني ايه باكيت، يعني النتورك او كوميونيكيشن بيحصل ازاي في النتورك، فاهم الفرق ما بين الاجهزه. حاجات البيزكس دي محتاجه تبقى عند اي حد تقريبا. ده لو هنتكلم على اول لاير، يعني احنا بنتكلم في اول مرحله. طب انا عايز اخش بقى في مرحله السايبر سكيورتي. يعني لو انا هبدا في السايبر سكيورتي، طبعا مجالات كتير جدا في السايبر سكيورتي، بس لو احنا هنتارجت الماركت المصري مثلا دلوقتي، او اظن في الخليج يعني عامه، او في الوطن العربي ان شاء الله يكون موضوع معلومه صحيحه يعني. بس انا شايف ان الطلب كتير جدا على حياه الابلكيشن اللي هي ويب وموبايل ونتورك وحاجات شبه كده. فلو هقيمهم او هرتبهم ترتيب ليس له اساس من الصحه يعني بالنسبه لي، هو ممكن مثلا ويب وموبايل وبعد كده نتورك مثلا. ممكن الموضوع يتغير على حسب وقت الطلب مثلا الحاجه دي. فلو هقول مثلا الويب، لو هنبدا بالويب دلوقتي، انا حاسس صراحه ان الويب حاجه يعني بيزك لازم عند كل الناس. مش شرط تبقى ماستر فيه، او اي حد في اي حته ماستر فيه، بس محتاج يبقى انت بتفهم في السكيورتي بتاع الويب ابلكيشنز. ما ينفعش يبقى انت مثلا بتعمل نتورك بنتريشن تيستنج وانت ما بتعرفش حاجه في الويب مثلا، او ما بتعرفش يعمل البيزكس بتاعت الويب، فاهم. ففي حته كده محتاج تبقى عندك على الاقل، لان انت ممكن تلاقي في بعض الاحيان بدايتك في النتورك اصلا هي جايه من ويب، ماشي، او في الموبايل ابلكيشنز ما هي برضو فيها نسبه ويب، يعني اي بي اي ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وفي اتاكس ريليتد بالويب فيوز والكلام ده كله. فممكن يبقى عندك شويه كلاينت سايدز وبتحصل يعني، ودي بنشوفها ساعات في بول تو اون يعني. يكون مثلا الاتاك في تشين كده ليها علاقه بالويب فيو مثلا، فمن غيرها مش هيعرف يكمل حاجه زي كده. فدي مثلا صراحه حاجه بتشوفها بيزك، يعني حاجه اساسيه. لو نخش بقى على مراحل ان الواحد ازاي ممكن يبدا يذاكر الكلام ده، وفي نفس الوقت مذاكرته دي تبقى يعني بتاثر في السي في بتاعه للاحسن ان شاء الله. فممكن نبدا نقول ان هم مثلا 3 حاجات، يعني خلينا نقول كده بشكل سريع بقى كده نقسمهم ان شاء الله. اولا انك تشوف الثغرات بتاعه التخصص ده، ولا هناخد مثال الويب زي ما كنا بنتكلم. فانت لو هتاخد محتاج تذاكر الواسب توب 10 بتاعت الحاجه دي، تبقى فاهمها كويس جدا. دي اشهر الثغرات. طبعا قدامها هتتعمق اكتر، لان مش بس الثغرات الموجوده في واسب توب 10 هي الثغرات اللي هتقابلك في حياتك، ولكن دي ان شاء الله البدايه، دي الاستاب الاولى محتاج تحطها في الماركت يعني، لان من غيرها ما ينفعش تبدا، لان هم دول الاساس يعني. تاني حاجه طبعا في المرحله انت محتاج تاخد بالك جدا من مرحله، من حته التوتوريال هيل، ما ينفعش تبقى تتعلم بس، ماشي. وده يودينا المرحله الثانيه اللي هي انك تبراكتس. والبراكتس هنا بقى الصراحه يعني هو ده الزتونه من الاخر. انت لو مش بتبراكتس، طبعا البراكتسنج ليه اشكال ممكن نتكلم عنها، اظن 4 اشكال يعني من وجهه نظري، ولكن البراكتسنج انت لو ما بتعملهوش فانت عندك مشكله كبيره جدا، كبيره جدا. التطبيق في اي مجال، يعني انت لو بتلعب رياضه او مثلا بتتعلم نجاره او اي حاجه، وبتبث بتشوف فيديوهات وكورسات والصنايعي بيعلمك نظري، عمرك ما هتعرف تعمل اي حاجه الا لما تجرب. ودي حصلت معايا مؤخرا في حاجه يعني كنت بتعلمها في الاردوينو. كنت فاكر ان انا فاهمها من كتر الفيديوهات اللي شفتها. اول ما جيت اجرب البيزك بتاعت الحاجه دي ما اعرفش اعملها، فاكتشفت ايقنت بالمعلومه دي او بالفكره دي، انك لازم تبراكتس، لان ده اللي هيثبت لك المعلومه فعلا. فانا شايف صراحه ان البراكتسنج فيها 4 انواع. اول حاجه هي اللابس، السي تي افس، الهانتنج والريسيرش.
طب نتكلم عنهم شويه عشان برضو الموضوع ده بيفرق ومش كلهم ممكن يبقوا مانداتوريز يعني. بس اللابس انت في المرحله الاولى في اللاب طبعا المايند سيت بتختلف من حاجه لثانيه، بس في اللابات انت عشان لسه في اول مرحله فانت محتاج تبقى جايدد بطريقه ما، فانت عارف ان اللابس دي خاصه بالاكس اس اس، فانت عقلك محدد في الاكس اس فبتحسن نفسك في الحاجه دي. تيجي مثلا تعلى شويه بمرحله اللابس دي تخش على السي تي افس مثلا. السي تي افس انت عارف ان هنا في فولنربيلتي بس انت مش عارف هي ايه، فعقلك هيبدا يحط ترس جديد في الدايره اللي في دماغك، الا هو ان يحاول يفهم الثغره فين. ممكن الثغره دي تفهمها عن طريق الجول بتاعك، انت هدفك ايه؟ انا هدفي والله انا ريد فايل على السيرفر. طب انا هريد فايل على السيرفر هريده بايه؟ اكس اس مثلا؟ مش لوجيك، في افكار تانية كتير جدا ممكن تفكر فيها غير الاكس اس يعني. فدي الفكره، هتلاقي نفسك بتتجه اكتر للسيرفر سايد اتاكس، فاهم قصدي؟ دي تخش مرحله الهانتنج، وانا صراحه دلوقتي شايف مرحله الهانتنج هي مش حاجه مش حاجه مانداتوري للشخص عشان يقدر يوصل لحاجه في المجال ده، لان انا شفنا ناس بتهانت ومش كويسه، والعكس شفنا ناس ما بتهانتش وجامده جدا في مجالها. فالهانت هو مش معيار، ولكن حاجه هي خطوه في طريقك، لو عرفت تاخدها وربنا وفقك فيها ان شاء الله تقبلها ودوس، بس لو ما توفقتش فيها ما توقفهاش يعني، ما توقفش حياتك عليها. واخر مرحله الا وهي الريسيرش، ودي ممكن تبقى ابعد مرحله شويه، مبنيه على شويه اكسبيرينس، وهي ممكن تبقى مربوطه بالهانتنج شويه، انك بس بتهانت بقى على حاجات اكبر شويه، سيم اسس مش عارف ايه الكلام ده كله، عشان توصل لنفسك سي في ايز او تريسيرش في توبك جديد جدا مثلا. دي اظن الحاجات يعني اللي ممكن تشتغل عليها وممكن تكتبها في السي في كمان يعني. الهانتنج طبعا كلنا معظم الناس عارفاها. اللابس لو انت مثلا بتبراكتس على حاجه جلوبالي معروفه وفعلا تقيله وبتضيف حاجه، فممكن تضيف حاجه، تكتب حاجه زي كده في السي في، خصوصا لو انت في الاول بعيدا عن اي سيرتيفيكت او حاجه. السي تي اس طبعا باينه لو انت بترانك او انت بتعمل بلوجز كويسه، فده هيفيدك الصراحه، تكتب عن رايت ابس او حاجه، فده ان شاء الله هيفيدك. واخر حاجه طبعا الريسيرش مش محتاجه شرح، انك هتكتب عنها بلوج او هتاساين سي في اي، فالكلام ده يبقى متسجل لك طبعا على حسب قيمه الفولنربيلتي اللي هتلاقيها يعني. بس فدي الحاجات اللي انا شايفها الصراحه في حته التدريب ممكن يمشي ازاي، فان شاء الله تبقى واضحه يعني. اخر حاجه انك تبني نتورك كويسه. طبعا احنا قلنا هي كانت ثالث واحده في التوبكس اللي هي الاساسيه الكبار بقى، اللي هم التايتلز الكبيره، اللي هي انك تستخدم التدريب ده عشان تحطه في السي في، واحنا اوريدي منشناها. ممكن بقى حاجه كده نوت على جنب، ان انت تحاول تبني لنفسك نتورك مهمه جدا، دي حاجه مهمه يعني. انك تبني لنفسك نتورك عشان الناس تبقى عارفه شغلك. ما ينفعش تبقى بتعمل شغل كتير جدا كويس وبتدفنه. هتقول طب انا ممكن ابني ازاي حاجه زي كده؟ بالاحتكاك بالناس يعني. حاول تنزل اون سايت سي تي افس كتير يعني. لو تاهلت السي تي اف احضر سي تي اف، اهتم بانك تروح تلعب سي تي اف مع ناس، انجيج في سي تي اف اونلاين مع تيمز مصريه مش عارف ايه الكلام ده كله. دي حاجه مهمه جدا الصراحه، لان بيزد على ده انت في ناس هتعرفك، ومش شرط تكون بتوصل لحد معين يعني. انا مثال مؤخرا حصل معايا ان في شخص من الاشخاص انا انطباعي عنه كويس جدا وشايف ان هو حد مؤهل جدا، لسبب ان احد اصدقائي المقربين يعني انا اثق في رايه قال لي ان هو شخص كويس جدا في اللي بيعمله، مع اني ما اعرفوش وهو ما يعرفنيش. بس ده لو جه قدامي في انترفيو هيبقى انطباعي عنه كويس لغايه ما اشوف طبعا الاوتبوت بتاعه يحصل او اللي يحصل في الانترفيو ايه. ولكن لو حد طلب مني حد هريكومنده، فاهمين قصدي؟ فالحته دي مهمه يعني، خلينا نبقى واضحين فيها. وبس دي الصراحه كانت دردشه سريعه كده ان شاء الله تكون مفيده يعني. وممكن تطبق الكلام ده على كله، على اي مجال يعني، مش شرط على السايبر سكيورتي بس. انت لو خدت العناوين الكبيره دي وتغير بس المسميات يعني. لو في حته التدريب دي مكان ما هتبقى سي تي اف وهانت، لو انت بتاع ديزاين هتعمل ابلكيشنز، لو انت بتاع فرونت اند هتعمل كذا اب وتحط مثلا على جيت هاب عندك او البورتفوليو بتاعك ايا يكن يعني. كل حاجه ممكن تتعمل. بس فدي النقط ان شاء الله تكون مفيده ليكم يعني. فشكرا جدا وربنا معاكم ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.